هو يتم إصدار شهادة لمدة عام واحد في البنك الأهلي وبنك مصر، واجتماع البنك المركزي شهر إبريل 2026 وبدائل الشهادات السنوية في البنك الأهلي وبنك مصر. تعال نشوف التفاصيل الجديدة، بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش إن اللايك ده اللي بيوصلك مننا إشعار، لأن في ناس كتير بتقول لي ما بيجيش إشعار. اسفل الفيديو علامة اللايك، اضغط اللايك ده مجانا، اعمل لايك وتعالى بقى نتعرف على الفيديو اللي معانا. البنك المركزي المصري بيعقد اجتماعه الثاني للجنة السياسة النقدية، هيكون يوم الخميس الموافق 2 ابريل 2026. الاجتماع ده هيكون الاجتماع الثاني من 8 اجتماعات لعام 2026، وذلك لحسم أسعار الفائدة على الإيداع وعلى الإقراض. ولكن الاجتماع ده هيكون مختلف شوية، وده بسبب التوترات الحادثة الأخيرة في الشرق الأوسط، وأيضا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي اللي قرر فجأة تثبيت أسعار الفايد، وكمان التخوف من إن هو يرجع تاني يرفع أسعار الفايد بعد ارتفاع أسعار السلع وأسعار الخدمات بعد الأزمات الأخيرة. وأيضا توقع البعض من أن الفيدرالي الأمريكي هيكون له قرارات مختلفة الأيام القادمة لو ظل هذا الأمر أطول مما يمكن، وذلك يرى الجميع احتياج البنك المركزي إلى شهادة مرتفعة العائد لجذب السيولة النقدية في السوق المصرفي، سواء في البنك الأهلي أو بنك مصر، لأن الشهادات اللي تم عملها وهي الشهادات في بنك ناصر الاجتماعي عمل شهادة لمدة عام واحد، وهي شهادة 18% العائد فيها بيصرف في نهاية المدة، ودي كانت بديل للشهادات 27%. وأيضا عمل شهادة شهرية بعائد 17% بديلة للشهادة 23.5% اللي كانت في البنك الأهلي وبنك مصر. لكن في ناس كتير غير راضية عنه، وفي ناس لو هي معمولة في البنك الأهلي أو بنك مصر الناس كانت ممكن تربط، لكن هي معمولة في بنك ناصر الاجتماعي، وناس كتير مش عايزة تنقل من البنوك اللي هي عارفاها البنك الأهلي أو بنك مصر ويروحوا بنك تاني يعملوا فيه شهادات، فمنتظرين إن هما يتم ربط الشهادة سواء كان في البنك الأهلي أو بنك مصر. لذلك بعض المحللين بدأوا يتوقعوا أن يتم إصدار شهادة بعائد مرتفع لمدة عام في البنك الأهلي أو بنك مصر. ممكن نشوف شهادات قد تصل 19%، 20%، يعني تكون أعلى من الشهادات اللي تم طرحها في بنك النصر الاجتماعي في خلال الأيام القادمة. إن البنك الأهلي أو بنك مصر يتم إصدار، وده لجذب هذه الفئة من عملاء شهادات 27% و 23.5% اللي مش راضيين لحد دلوقتي يعملوا شهادات ومنتظرين شهادات البنك الأهلي وبنك مصر. فهنا توقعات في البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم ان بعدها يتم اصدار شهاده مرتفعه العائد في البنك الاهلي وبنك مصر لجذب السيوله النقديه لدى البنوك مره اخرى من خلال البنك الاهلي او بنك مصر. فكل اللي عليك ان انت تتابع معانا على القناه وتشترك في القناه وتفعل الجرس ولايك الفيديو عشان يوصلك مننا اشعار بالفيديوهات القادمه باذن الله.